صباح الخير على حضراتكم جميعا، يومكم سعيد ان شاء الله. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، لاني كل شويه بشوف على الفيسبوك حد بيقول ان انا خدت مخالفه ومش عارف اتصرف ازاي، مش عارف اعمل ايه، اروح فين، اعمل ايه. هل ينفع اعمل معارضه في المحكمه كونتست، او طب ليا كام يوم وقت، طب مش عارف اعمل ازاي، طب اروح فين، طب اجي منين. فلقيت الموضوع محتاج ان انا اتكلم فيه شويه. بس قبل ما نتكلم فيه بليز، كل اللي مشتركش في القناة يا ريت بعد إذنك يشترك، واللي مكسل يا ريت، هو يعني مش هتاخد منك ثواني، هتدوس على الزرار بتاع سبسكرايب أو اشتراك في القناة أو أبونيه بالفرنساوي، ويا سيدي مش هيكلفك حاجة، وفي نفس الوقت يا دوبك بس هيجيلك أي فيديو جديد بعمله، بدل ما تفاجأ إن في فيديوهات بتنزل قد تكون مهمة ليك وأنت مش عارف عنها حاجة. آه، اوكي. وطبعا اللايكات لو جت على اليوتيوب يا ريت، يبقى كتر خيركم، هتبقى افضل بكتير من الفيسبوك. يلا بينا. موضوع اجراءات التقاضي هو بيبتدي للاسف بمخالفه ربنا يبعدها عننا كلنا مع ضابط، وبينتهي في المحكمه. خلينا نمشي خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل، وهعرفكم كل حاجه بسرعه جدا عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه بيقابلنا ضابط يوقفنا. في نوعين من الضباط، يا ضابط ظريف وحلو وامور كده وابن حلال، وضابط رخم وغلس جدا. تعرفهم ازاي؟ الضابط اللذيذ كده يبتدي يخش اول ما يجي لك يقول لك صباح الخير ومبتسم، ممكن يبقى حاطط ايده ورا ظهره وهو بيتكلم معاك، تعرف ان هو ضابط ابن حلال وشكله كده هادي وسيم وكويس. الضابط ده نصيحه لحضرتك ما تخسروش، يعني ولا تكذب عليه، ولا تحاول تزعق له، ولا تتخانق معاه، ولا تعمل اي حاجه خالص، لان الضابط ده ممكن ما يديلكش المخالفه. وحصلت معايا انا شخصيا في مره من المرات، كنت الساعه 7 الصبح والدنيا لسه مضلمه، وطالع من البيت رايح اودي عيالي المدرسه والقطر، فطلعت ما وقفتش في الستوب ساين، ودخلت بلف في شارع بسرعه، وهو بالصدفه جاي في وشي الضابط. فطبعا على طول راح مروق، هو اتخض وراح منور النور، فانا وقفت على طول، وراح جاي لي وماسك بقى كشاف كده بيبص جوه العربيه، ولقيته ظريف يعني بيقول لي صباح الخير، انت في حاجه؟ قلت له انا اسف جدا جدا جدا، اصل انا مستعجل جدا عشان بنتي لازم الحق اوديها القطر، والقطر ميعاده مش عارف كام، فسامحني معلش انا غلطان انا اسف. لقيت الراجل بيقول لي طب خلاص ارجوك خلي بالك بس عشان الولاد اللي معاك. قلت له ميرسي جدا ومشيت. في حد تاني مره دخل الضابط موقفه، الضابط رايح له بيقول له صباح الخير مش عارف ايه، قال له انا ما عملتش حاجه، انت جاي بتوقفني ليه مش عارف ايه. الضابط قال له ايه بقى؟ قال له عشان انت عملت الكلام ده هديك مخالفه، انا ما كنتش ناوي اديك مخالفه، كنت جاي بس احذرك. فشوفوا المعامله مع الضابط ده ازاي. فبليز خلي بالكم، لان الضابط ده فعلا ممكن نيجي نعتذر له ونقول له اه احنا غلطانين، يشيل المخالفه وما يعملكش حاجه خالص. الضابط التاني بقى نوع كشري، يخش عليك ما يصبحش، وتلاقي وشه عامل كده ومقفل، وحاجه صعبه جدا. نصيحه ليك، الضابط ده من غير ما تتكلم معاه ولا تتناقش، اديله الرخص بتاعتك والتأمين، وخد المخالفة وانت ساكت. دي أول مرحلة. تاني مرحلة نعمل إيه؟ بعد ما ناخد المخالفة بليز انزل صور المكان اللي أنت فيه، صور كتير جدا، صور الجو، صور مثلا لو أنت داخل في طريق ممنوع اللي يخش فيه غير الأتوبيسات صوره، صور بدايته فين، نهايته فين، صور لو أنت مثلا مخالفة سرعة، صور الضابط كان واقف فين، صور كل حاجة. ما تسيبش حاجة للظروف، صور كتير، لأن الصور دي ممكن تنقذك، ممكن تنقذك. في مره من المرات حد خد مخالفه ان هو ماشي في الطريق اللي هو ايه، ممنوع لغير الاتوبيسات، بس ما الطريق ده بيدخل يمين، فالظابط واقف بين جبلين تلج كده، ومن الناحيه دي برده مقفوله، فراح صور كتير جدا. فلما دخل طلع الصور وقال لهم شوفوا الظابط شافني ازاي. فطبعا القاضي اللي هي كانت واحده ست ساعتها، لما شافت الصور على طول اقتنعت الموضوع منتهي. وفي مره تانية برضه في نفس الطريق برضه كده، وهو واحد صور، دي كانت معايا شخصيا، صورت الضابط كان واقف على اول محطه الاتوبيس من هنا، ودخول الطريق من بعيد جدا. فلما دخلت وكيله النيابه بتقول لي معاك صور؟ قلت لها انا معايا 10 صور ولا 15 صوره. قالت لي لا عايزه صورتين. فوريت لها الضابط واقف فين، ووريت لها الخط واقف فين، قلت لها شايفه من الخط ده شايفه الضابط فين؟ قالت لي يلا روح باي باي. عشان تعرفوا قد ايه كميه الصور مهمه. يبقى تاني حاجه بنصور كتير. تالت حاجه المخالفه اللي معاك دي، حضرتك بيبقى ليك 30 يوم يا تدفع يا تعترض، يا تدفع يا تعترض. انا بقول لك نصيحه، ما تدفعش، اعترض على طول. ما تعترضش، ما تروحش تستنى اليوم ال 29 او ال 30 ورايح تعترض، حاول تعترض قبلها باسبوع بسبعة ايام. لان خلي بالك بس من حاجه مهمه جدا، في مناطق كتير جدا، في مناطق كتير جدا لما تيجي تعترض يبعت لك القضيه بعديها بست سبع ثمان تسع شهور، زي مثلا مونتريال عندنا في كيبك، ياخد وقت طويل جدا عقبال ما يبعت، لان في قضايا كتير جدا. تروح في منطقه تانية برضه في كيبك زي مثلا ميرابيل،
تبص تلاقي بعد شهر بيبعت لك القضيه. متخيلين؟ فما تفتكرش ان هو كل المناطق زي بعض، كل منطقه بيبقى ليها الحيثيات بتاعتها والوقت بتاعتها. بس نصيحه ليك، روح قبلها باسبوع واعمل الاعتراض بتاعك. طب نبعته بالبوسطه ولا نروح احسن؟ لو حضرتك هتبعته بالبوسطه ابعته من بدري شويه، وابعته مسجل بعلم الوصول بامضاء، يعني لازم يستلموه بامضاء عشان تتاكد ان هو راح ما ضاعش. ما تبعتوش تسترخص وتروح حاطه في ظرف وبعته بطبع بوسطه بدولار ولا بدولار 2 دولار وتقوم بعته. نمرة 2، الافضل طبعا انك بتروح المحكمه اللي هي تبع المنطقه وبتدي الورقه بنفسك، هم بيختموها لك ان هم استلموها وخلص الموضوع، بتكتب من ورا في الورقه ان انا معترض، ان انا مش غلطان. تمام؟ دي تاني خطوه. وانت كمان بتقدم المخالفه، خلي بالك ان هو مكتوب لك هل تحب نجيب الضابط اللي هو عمل لك المخالفه معاك ولا مش عايزه. في اوقات كتيره جدا الضباط دول ما بيجوش، ولو الضابط ما جاش القضيه في ثانيه بتنتهي. يخش القاضي يقول لك فين الضابط؟ الضابط ما جاش، يعني ما احترمش المحكمه، انت اللي كسبان القضيه. بس خلي بالك لو الضابط جه يا حبيبي هيبقى عندك زي بتعمل له زي تحقيق وتقعد تساله وهو القاضي بيساله، وبنسبه كبيره جدا هتخسر القضيه، الا لو كنت انت واثق ان الضابط ده عمل حاجه غلط وعندك ما يفيد. طبعا الضباط مش بيفتكروا قوي الحالات لان القضيه بتاخد وقت طويل جدا، وهو بيبدا يدي المخالفه من زمان فما بيقدرش يفتكر، فتقدر تمسك حاجات كويسه لو عرفت تشكك فيه في كلامه في اسلوبه قدام القاضي، ده كويس. بس خلي بالك ان هو لو الضابط موجود بتبقى النسبه ان احنا نكسب القضيه اقل شويه، ولو ما جاش انت هتكسبها على طول. ثالث خطوه بقى ان انت حضرتك لما بيجي لك ميعاد الجلسه، قبل ميعاد الجلسه بيبعتوا لك تقرير من الضابط. تقرير الضابط يعني بيجي لك المخالفه في الاول الضابط بيديها لك وتقرير، تمسك حضرتك بقى المخالفه مع التقرير ده وتشوف هو اداك المخالفه على اي اساس. في حاجات بتخرجك من المخالفه دي بيكون الضابط عاملها غلط، فخلي بالك لازم تقرا المخالفه بتاعتك كويس والتقرير كويس، وتحاول تطلع الماده واللائحه والكلام اللي هو كاتبه لك، وتشوف اللي هو اللي اتقال فيه ايه وازاي تخرج نفسك منها. لو ما عرفتش وحد عايز مساعده مفيش اي مشكله، انا من عينيا الاثنين ممكن اساعد في الموضوع ده، وساعدت ناس والحمد لله ان هم كسبوا القضيه بتاعتهم. بس دي ثالث خطوه لازم تعملها. رابع خطوه لازم تبقى مجهز نفسك وانت رايح المحكمه هتقول ايه للقاضي. دي مهمه جدا. طبعا لو انت نصيحه ليك لو هي قضيه سرعه مثلا، يعني مخالفه سرعه، كده كده مش هتكسب، فالافضل ان انا بروح بيدخلنا. المفروض بقى اللي بيحصل في المحكمه ايه؟ هي القاضي او قبل ما بنقابل القاضي بيدخلنا لوكيل النيابه، بنقعد مع وكيل النيابه يقول لك ايه؟ بص انت واخد 3 نقط و260 دولار، طب انا هخليهم لك مثلا 190 دولار ونقطتين. نصيحه لحضرتك وافق. وافق وافق على طول طالما انت مش ضامن. ليه بقول لك وافق؟ لانك انت لو خسرت القضيه مع القاضي هتدفع فوق المخالفه 90 يا 80 يا 100 اللي هو الرسوم الاداريه بتاعت المحكمه. يعني بدل ما تكون رايح تشيل المخالفه خالص، لا ده انت هتدفع 260 بلس ال 80 او ال 100 او ال 90، والثلاث نقط هيتحسبوا عليك. فيبقى نصيحه لو جالك الوكيل نيابه وشال لك الكلام ده وقال لك ادفع بس 190 وكده، قول له موافق. فدي خطوه كويسه جدا. بس لو انت واثق انك انت ممكن تكسب القضيه كمل وقول له لا انا هخش للقاضي. طيب رابع خطوه لما تخش للقاضي تعمل ايه؟ اول نصيحه ليك ما تتكلمش عنك. انا حنين، انا ابن حلال، ده انا طيب، ده انا مش عارف ايه، ده انا عمري ما عملت مخالفه، ده انا سني كبير، ده انا سني صغير، ده الكلام ده كله ما بيفيدش باي حاجه. عايز حضرتك تكسب القضيه بتاعتك، هاجم الضابط. هاجم الضابط. باختصار شديد جدا لازم القاضي يشك ان الضابط غلطان، لانه لو ما شكش فهو عنده ضابط اهم منك. قولا واحدا وكيل النيابه ضدك، واتقالت لي مره كده قال لي انا ضدك، انا ضدك، انا مع الضابط. فالقاضي كمان بيبقى مع الضابط الا لو شك في الكلام ده. لو شك في الكلام ده فخلي بالكم الموضوع ده في حاجات كتيره بتخرج وبتشكك في الضابط في ان هو عمل حاجه مش مظبوطه، فالقاضي بيوافق. زي الحكايه اللي حكيتها لكم ده اللي هو الجبلين التلج، وهو قال ان انا دخلت وانا ما كنتش دخلت، يعني هو غلطان. فخلي بالكم المواضيع دي. اخر حاجه القاضي بيحكم يا يشيل لك المخالفه خالص يا اتدبست فيها، يا اتدبست فيها. فلازم تبقى رايح وعارف انك هتكسب 100% او ان وكيل النيابه يشيل لك جزء. هل في بعد كده ممكن تستأنف؟ اي ثينك انه مش هتعرف وهتبقى اتدبست في الموضوع. كل اللي هيعمله القاضي يقول لك تحب تدفع المخالفه على كذا شهر، يعني يقسطها لك على شهرين ثلاثه
على اكتر، ساعات بيعملوها اكتر من كده، وحسب المنطقه ولا لا. ارجوكم خلي بالكم الموضوع ده، وطبعا من الاول حاولوا تتجنبوا ان انتوا تاخدوا مخالفات، لان الموضوع صعب جدا. والايام الجايه كمان بقى لما الربيع هيجي والثلج هينزل والصيف هيزيد، هتبص تلاقي بقى عدد الضباط زاد في الشوارع، وابتدى العجل يطلع والموتوسيكلات تطلع، وتفاجأ ان انت محاصر ما بين عربيات البوليس وموتوسيكلات البوليس وعجل البوليس، وكله شغال على مخالفات، وهم لازم يلموا كويس في الوقت ده عشان ده الوقت اللي فيه الشغل حلو. فخلي بالكم، حاولوا تمشوا على مهلكم، الستوب ساين توقفوه كويس، ما تاخدوش خلي بالكم من اليفط، لان ساعات مثلا يبقى يافطه يقول لك ممنوع تخش شمال من الساعه 7 ل 9 تقوم انت داخل. في حاجات زي كده كتير جدا. اي حد محتاج اي حاجه انا عينيا ليه، في اي وقت يبعت لي يكلمني، انا طبعا اقدر اديله النصيحه، وعندي خبره في الموضوع ده كويس. تحت امركم، مش بنعمل حاجه غلط، بس هي عيب على قد ما اقدر لما بتكون مظلوم، لما بتكون حاسس ان الضابط معاك فعلا كان مش ظريف. اوكي، يومكم جميل، سلام.